لا على فكره احنا ما كناش نعرف ماشي، ولولا ان الكابتن شوبير اعلى ما كناش طيب نعرف. ماشي. طب ما انا بتكلم على يعني في اختراق للمعسكر بتاع المنتخب، يعني في حاجات مش المفروض انها تتعمل، يعني المفروض ان مصلحه البلد اهم من الاهلي والزمالك واي حد، ده المفروض يعني. انما دايما يطلع الاخ المتحدث الرسمي في الاعلام باسم النادي الاهلي اللي ما عرفش على قناه عامه، يعني ازاي يعني، وبيستسهل الموضوع وخلاص الموضوع تم وخلاص وكل حاجه وما فيش، اكن ما فيش مشكله. هل ده اثر على ابو جبل في الماتش؟ ياثر على الفرقه كلها. انا بص يا احمد، لا بس التركيز هل طبعا ابو جبل تركيزه اكيد. بص يا احمد، ضربات الترجيح بص يا في أحمد، المباراه هو جون صغير عشان ياثر عليه. انا بس اي حد يا اينو، لا يا كابتن، اي حد. لا بعد ما بص يا حضرتك إينو، تخلص انا هعقب ابقى على رد، كلامك. ابقى رد. بس بسرعه عشان بس اي حد يا جماعه، اي حد مفيش هيتاثر، وقت بس يا كابتن. اي حد. ابو جبل بيتنقل من البنك الاهلي المركز الاخير في الدوري لاول الدوري. ابو جبل طموحات، مشي من الزمالك علشان كان كل تويتاته ان هو عايز يروح الاهلي، فرايح الاهلي. مجرد الكلام حتى في المنتخب، الكلام اللعيبه مع بعض بيخرج بره التركيز يا جماعه. يعني مفاوضات الاهلي مع ابو جبل كانت سببا في خروج ابو جبل عن تركيزه وخساره مصر؟ مليون في المية. ده سؤال واضح حتى بص انا ماليش دعوه بالمكسب والخساره، انا لا اثرت، يعني ماليش دعوه. حتى لو كنا كسبنا انا كنت هقول نفس الكلام، بقول نفس الكلام، ان ده المفروض، ان ده يا جماعه، دي يعني ده معسكر منتخب، معسكر منتخب، يعني خلاص دي حاجه حربيه. مين اللي يقدر يمنع ده؟ يقدر الكابتن حازم امام، المسؤولين في اتحاد الكوره، الدوله نفسها. لا يمنع ازاي؟ هو لعيب بيتفاوض، يتفاوض ايه ده في المنتخب؟ ازاي اسمح لحد يخش له؟ يعني ممكن ما يخش له بالتليفون من غير اسماء، من غير دلوقتي التليفونات من غير اسامي يعني. يعني لا هو مش لازم انا اجي لك، هو انا ممكن اكلمك في التليفون. ممكن هو مش في ساين يعني بيمضي ولا في ايه؟ يا كابتن ما ممكن واحد يكلمه بعت له رساله ما يبقاش المسؤول عن اتحاد الكوره عارف حاجه بيها، فده وارد. هنا اللي بيلام طب لما اتقالت في الاعلام، اللاعب هو اللي يلام، النادي اللي بيفاوضه هو اللي بيلام، الاثنين يلاموا والاثنين يتحاسبوا. تمام جميل. عشان بس ايه اخد راي اينو. لا انا شايف اللي دي في الاحتراف اللي احنا فيه ده عادي. مش عايزين نعلق شماعه على خساره المنتخب اللي هو ده اثر. لا هو ممكن الكابتن احمد شوبير كان ممكن يصبر او ما يعلنش، لكن التفاوض ما يعلنش نفسه قبل المباراه ب7 مثلا انت عارف ممكن كان مثلا ما يعلنش، لكن التفاوض نفسه حته المنتخب وبتاع لا. عندك تفسير لسبب الاعلان او توقيت الاعلان؟ ممكن مثلا يكون، ما ممكن ناخدها من الجانب الثاني، ممكن يكون ده قصد الكابتن احمد شوبير اللي هو مثلا يدي حافز لابو جبل مثلا، لكن حته اللي ياثر هو مش صغير. ابو جبل ابو جبل ده تفاوض معاه وموقع. انا بتكلم في نقطه، هل ده اللي خسر منتخب مصر وطلعه؟ لا هو لو كان المنتخب كسب كنا هنقول كده. انت راجل مدرب وراجل لعيب كوره محترم يا كابتن. وابو جبل ما نقولش اللي ده اثر عليه، عشان ابو جبل طبيعي اللي ده حارس كبير ودولي، وقبل كده صعدنا وقبل كده خدنا البطوله وطلعناه الاهرامات، فمش ده يا كابتن اللي خلى المنتخب. مش عايزين نقعد نعلق شماعات، احنا خلينا نقول اللي احنا خرجنا عشان منتخب مصر. انت بتخرج بره الموضوع ليه؟ انا بقول ان ده معسكر ممنوع حد يخش. ما انت قلت يا كابتن اللي ده اثر على المنتخب. ايوه ياثر عليه على ابو هو جبل يا حبيبي. ما قلتش المنتخب، انا بقول لك بيأثر عليه هو. يعني احنا مش عايزين نقول ان النادي الاهلي هو مثلا كسبب. يا حبيبي انت بتدافع عن النادي الاهلي بس. مش بدافع، انا بتكلم بقول ازاي يخش ازاي يخش المعسكر حد ازاي يا كابتن هي دي مش اول مره. لو هنتكلم اللي ادخلوا مش اول مره. ما هو طول عمر المنتخب فيه كده. في ايه؟ وطلعوا اتكلموا واكل بيروح واكل بيجي ورنجه بتروح، مش احمد فتوح طلع وقالوا ايه؟ وفسيخ بيخش، وده العادي. واللعيبه شالت الليله حلو حته الدخول والخروج. انما انت النادي الاهلي الكبير. ايوه انا فاضل لي يومين فبتفاوض عادي مع لعيب. يومين ايه وثلاثه ايه؟ على القيد. طب